السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما هدى النهاردة إن شاء الله هعمل لكم نوع من أنواع المقرمشات البسيطة. بطاطساية واحدة قشرتها وسلقتها وبهرسها قدامكم، ومعايا نشا ومعايا سمسم. بس هي بطاطس بتسلقيها من غير ملح. ليه بسلقها من غير ملح؟ علشان لو عايزة تاكليها حلو هتاكليها مع حادق هتاكليها، دي حسب رغبتك. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بهرس البطاطس جدا وبنعمها قوي 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 على قد ما اقدر، وبضيف عليها النشا لحد ما تتكون معاكي عجينه تقدري تشكليها، تقدري تبرميها وتشكليها وهتشوفيها انا قصدي ايه. ان كنت وصلت لحد هنا نقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين انا بضيف النشا بالتدريج ازاي؟ واحده واحده. مش عاوزه اكتر عشان ما احتاجش حاجه اضيفها عليها. ودي كانت بطاطسيه واحده يا جماعه، انا سالقه بطاطسيه واحده. بوريكم العجينه لسه عاوزه حبه نشا كمان. شايفين؟ جميله وتحفه وبتقرمش وطعمها حلو، تاكليها حادي انتوا حره. ممكن تجيبي بودره الجبن اللي بتتجاب دي من عند العطار وترشي اول ما تحمري ترشي عليها. ممكن تاكليها مسكر. انا يعني طعمها تحفه، ادام ما تحطيش عليها ملح ولا تحط عليها اي حاجه، تحفه بجد يعني، هتعجبك وجميله. شايفين انا بشكلها ازاي؟ بعمل حبه بالشوكه، بقطعهم كده وبتنيهم بالشوكه، وحبه هعملهم صوابع وحبه هعملهم كور، التشكيل اللي انت عاوزاه. ممكن تفرديها ما بين كيسين وتروحي مقطعاها شرايح طويله وتحمريها ايه عادي. عندك السمسم اهوت، انا بحط في قلبها ايه؟ سمسم، يعني بكور واحط الكره في السمسم، اعملها في السمسم، الصباع في السمسم. ممكن على فكره وانت بتعجنيها تحطي في قلبها سمسم. ان كنت وصلت لحد هنا نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على فكره طعمها تحفه جدا 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 وجميله جدا 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 جدا. لو جربتيها مش هتسليها، هتعمليها على طول، والله هتعمليها على طول. مقرمشه وجميله. تاكليها حادق هتلاقيها، تاكليها مسكر هتلاقيها. يعني انت ممكن تعملي شربات اللي هو بتاع الكنافه التقيل وتحطي في قلبيها، تطلعي وتحطي في قلبيها اكنك بتاكلي، احسن من البقلاوه كمان. اهم حاجه زيت يكون مقدوح، وتحطي على طول، وان شاء الله بتتحمر ما بتاخدش وقت وبتبقى جميله. وهتشوفوها دلوقتي. ان كنت وصلت لحد هنا نقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بتتنفخ ازاي؟ شايفه حلاوتها جميله، والله طعمها تحفه. اهم حاجه ما تحطيش ملح في السليق وانتوا بتسلقيها، عشان لو انت عاوزه تاكليها مسكره، تدوريها مسكره. عاوزه تدوريها حادقه، اول ما بتطلعي ترش عليها الدقه او بودره الجبنه اللي هي بأطعام الجبنه، اللي هي الشطه والملح، الكمون، اي حاجه طعم انت عاوزاه بتحطيه عليها. يعني بتقبل اي طعم انت عاوزاه. عايزه تحطي سمسم في قلب العجينه نفسها وانت بتعجنيها حطي، بس بجد تحفه وجميله. انا كمني من عشاق البطاطس صراحه، فبدور على اي طرق اعملها. والطريقه دي مش اختراع مني انا، الطريقه دي اصلا كانت على قناه يابانيه وانا جايباها من على قناه يابانيه، يعني مش اختراعي. عشان اقول لكم لا انا اللي اخترعتها، لا انا ما اخترعتهاش، انا جايباها من على قناه يابانيه. ادي الكميه اللي طلعتها البطاطسايه. ديت دقه اهيت، كمون، كزبره، ملح، ودوت دبس الرمان. فاكرين دبس الرمان اللي كنت عاملاه معاكم؟ ده الدبس الرمان اهوت، جميل وتحفه بيها. عامه دبس الرمان ما بيبقاش مسكر، في نفس الوقت بيبقى مزز، بيبقى طعمه رهيب جدا. انا حطيت عليه حتى معلقه عسل ابيض عشان اسكره واكله بيها. كنت وصلت لحد هنا نقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.